المشير حسين طنطاوي ومجموعة السيد عمر سليمان، وأضيف لهم بشكل واضح حسام بدراوي. حسام بدراوي قعد من الساعة 10:30 الصبح إلى أن قبله، وهو أمين عام الحزب الوطني، أمين عام الحزب الحاكم المفروض، إلى أن وافقوا على أن يقابل الرئيس، وقابله في ظل وجود. دي معلومة جديدة دي، إنه دخل قبل الرئيس. أيوه. والحقيقة يعني حب يلمح بشكل ذكي جدا بأنه يا فندم لا فيش داعي أن نكرر ما يوصف بمشهد شاوشيسكو. شاوشيسكو اللي هو الرئيس الروماني طبعا اللي جرى الهجوم على قصره، ووصلت هتافات الغاضبين المتظاهرين على شرفته، فإذا بيه بيفتح النار على الناس. فكانت أن الناس هجمت عليه وأعدموه هو وعيلته. أعدموه هو وعيلته. فهو كان هنا بعتقد كان حسام بدراوي بيحاول يمرر الفكرة دي، إنه يعني نعديها على خير. ان الغضب كانت حالة الغضب غير طبيعية، غير طبيعية في الميدان. كان فكان ده الصراع على هذا الرئيس قال له ايه لما حسام بدراوي؟ شوف، هو في روايتين. رواية رسمية يعني انا مش هقول لك مصدرها، وقال ان الرئيس ما عجبوش الكلام وقال له ده مش سياسة. ورواية يعني موافقة لحسام بدراوي، قال ان الرئيس قد وافق بشكل او باخر وقبل الفكرة، ولكن على حد تعبير الطرف الثاني في الرواية قال ان اللي كانوا حواليه ظلموه. يعني هذا التعبير. المؤكد انه في يوم 30 يناير كانت السيدة سوزان مبارك في لندن في رحلة علاج، وعادت الى القاهرة، وكان جمال مبارك في فرنسا وعاد الى القاهرة، وكانت زوجته خديجة الجمال في بيتها في بيت عائلتها في الزمالك، وجاءت في عربية إلى المقر بتاع هذه الأسرة. وكلهم المعلومة اللي تقريبا يمكن أن تكون مؤكدة، هم سابوا قصر العروبة ودخلوا القصر الحاكم، قصر الحكم اللي هو الاتحادية. والاتحادية هو قصر فيه إمكانيات إدارة عمليات، في جهاز استوديو للبث. إنما عبد الناصر هو كده. استوديو للبث المباشر، وفي أيضا فوق جناح فيه يحتمل 6 أجنحة ل6 ضيوف، وأيضا هو محصن بأنه فيه فوقيه وحدة أو كتيبة يعني ميم طه أو مضادة للطيران، ومحاصر أيضا في أنه السنترالات القريبة نفس، يعني في محصن في ده. في معلومة الحقيقة يعني خلي بال حضرتك برضو عشان نبقى يعني بنقيس المعلومات مظبوط. احنا امام معلومات الى حد ما سماعية، ولكن الحقيقة مصادر الثقة يمكن ان تكون احنا بنحاول نكون قيل انه بشكل واضح جدا ان الرئيس ذهب الى ما يسمى بالميم 10. ميم 10 ده غرفة ادارة الحرب، يعني دي الغرفة التي ادير منها حرب 73 جزء منها، وأدير منها عملية الأمن المركزي سنة 86، وأدير منها هذا الأمر. وكانت هناك خطة تسمى خطة إرادة، هي الخطة الإيه؟ مواجهة الأمر بشكل حاد جدا. هنا في الحقيقة جرى رفض قاطع جدا لأن تنفذ هذا الخطة. أنا ما أعرفش تفاصيل الخطة دي، ولكن يعني كان في خطة إن هم إزاي يخلصوا على الموضوع ده؟ اسمها خطة إرادة. ده الكود بتاعها أو الشفرة بتاعتها. وخليني اقول لك انه الاثنين اللي رفضوا ده، انا ما اعرفش تفاصيل الخطه ايه بالظبط، لكن ان يرفضها السيد عمر سليمان ويرفضها المشير حسين طنطاوي معناها ان فيها دم، انها فيها دم. واذا كانت في اعتقادي انه في الحقيقه انا يعني طب مين كان وافق مع الرئيس؟ يعني واضح انه عمر سليمان مش موافق. عمر واضح سليمان انه كان موافق. لا، عمر سليمان كان موافق، والمشير كان موافق على التنحي. لا، على خطه اراده دي. لا، مين كان بيشجع؟ يعني مثلا جمال مبارك كان موقفه ايه؟ مبارك، انا بعتقد ان جمال مبارك هو السبب المباشر جدا في ان تكون نهايه الرئيس بهذا الشكل الذي لم يرضي العائله. وما نشر على ان هناك خلافا حادا بين جمال مبارك وعلاء مبارك هو صحيح. ده صحيح. بل اني مستعد اقول ان علاء كتير مبارك جدا زق جمال وقال له لقد تسببت فيما جرى، لان تاريخ هذا الرجل العسكري شرف الى هذا الشكل.
وهنا انا في الحقيقه عايز اضيف حته يجب ان انحني اليها، وهي زوجة السيده هايدي، زوجة علاء. قالت له الحقيقه انه برضو انه كنتوا ممكن تكون حرمتوني ان انا اموت بجانب قبر ابني. وهذا الحقيقه مشهد، يعني المشهد تراجيدي واصل من اول انفجار امه الى بكاء. طب جمال كان مع أنهي مدرسة؟ جمال مع كان مع مدرسه المقاومه ومع مدرسه الاستمرار. الاراده. انت قايل كده بكره ان جمال قال لهم الموضوع هخلصه في 3 ايام بالظبط. قال لممتاز القط كده. قال كان في، يعني خلينا نقول برضو كان مشهد غريب جدا. انا عايز احكي حكايه. اتفضل. يمكن انا قلت لك في التليفون. والحقيقه انا ما كنتش عايز اقول تفاصيلها في ذلك الوقت حتى لا يضار صاحبها. طبعا كان مشهد دخولك رئاسه الجمهوريه وسط الاسلاك اللي بدات بشكل حاد. ده لما دعوكوا وقت لما السيد عمر سليمان قرر يقعد مع رؤساء التحرير. في احد مراحل الدخول الى قاعه الانتظار، فاحد ضباط الحرس بيقول لي انا يعني كتر خيره، يعني قال انا الحقيقه معجب بكل الاراء التي قلتها او كتبتها في الفتره اللي فاتت. فانا قلت له الحقيقه انا خرجت في برنامج تلفزيوني يوم 26 وعرضت برنامج واضح لم يؤخذ بيه وما سمعوش الكلام. فقال لي احسن ان ما سمعوش الكلام. ده ظابط جوه القصر، اقسم بالله العظيم انا احكي هذا. هو بيتمنى ان الدنيا تتهدي يعني. ويبدو ان الراجل شك ان انا استوعب الرساله، فقال لي هم كانوا خلاص، هم الكل يعلم ان هذا النظام عليه. خلينا نرجع تاني برضو لموقف جمال. جمال منين كان عنده معطيات ان هو في 3 ايام يقدر يخلصها؟ يعني زي ما انت بتقول المكالمه اللي بينه وبين ممتاز القط. ممتاز القط في الحقيقه هو رئيس تحرير اخبار اليوم. ممتاز القط في الوحيد الحقيقه اللي دافع في قلب اللقاء مع النائب على النظام. انا في الحقيقه يعني محتاج الى يعني 15 دكتور نفساني و15 دكتور في فكره صناعه الانقلاب او صناعه الامواج، زي ما النفاق، زي ما انت عايز، ان ينقلب هؤلاء. انا ما وقفتش الا على منشده الاهرام ثاني يوم. ايوه ثاني يوم انا نازل من البيت، فالراجل حاطط الجرايد تحت في مدخل البيت. قلت ايه ده شكل الاهرام ده الفجر ده ولا الاهرام؟ باصص كده باندهاش شديد جدا. ازاي الكيان العصبي ده ينقلب بهذه السهوله؟ لو تقرا ما قالوه في الاول وتقرا اللي قالوه بعدها ب10 ايام انا مندهش. تضرب كف بكف. لا مش بكف بكف، التلفزيون المصري يعني. لا يعني انا مندهش بجد. فكل اللي قاعدين في الاجتماع، ممتاز القط هو اللي بيدافع. قال انا على فكره هذا بحقيقه انا احترم، انا لابس كده مسار احترام. انا احترم واحد. هو انا معاك للاخر يا ريس. فكره ان انا مش همشي غير معاك يا ريس. انما الوجوه المطاطه اللي دخلت وقعدت دلوقتي. لا وبعدين عندك نوعين، نوع بسرعه ده نوع ساذج قلب. لا بس في نوع الدكاتره، في نوع بقى المعلمين الدكاتره. لا يعني الدكاتره يعني خدوا الحقيقه ايه يعني، يقعد ينظر لك ويقلب لك الدنيا وبعدين يطلع ملحق عن شباب التحرير وبتاع. ايه ده؟ يعني الحقيقه ان هذا افضل عقاب للنظام، لانه كانت ابرز صفاته انه ما كانش يعرف يختار حد. خلينا نرجع تاني. قلت لي انه كان في كذا فريق، في فريق قال انا هخلص الموضوع في 3 ايام. ايوه. وفي فريق تاني قال له يا ريس، ومنه حسام بدراوي ومنه السيد عمر سليمان ومنه مشير طنطاوي، قالوا طبقا لروايه حضرتك انه الموضوع مش بالسهوله دي. وبعدين حصل ايه؟ بعدين انه جرى انه رفض الفكره تنفيذ الخطه اراده اللي يبدو انها كان فيها دم. فكانت الطبيعي انه تجري عمليه التنحي. حصل في الحقيقه، يعني خلينا اقول انه اليوم الخطاب التفويض في كلام ما نقدرش نحسمه، لكن يمكن نقدر نوصل لحاجه. نمره واحد انه من الساعه 7 لغايه ده الخطاب ده الخطاب اللي قعدونا فيه لغايه الساعه 11 أيوة. بالليل. انت بتتكلم على 5 ساعات جرى فيه عمليات تعديل كثيره جدا. كان واضح يعني مونتاج، لانه سجل ما كانش على الهواء، وكان واضح ان في مونتاج. هو بيقال ان المونتاج كان في كلمه قعدها، لكن على كل حال في 5 ساعات جرى فيها تعديلات كثيره جدا. وكان في اعتقادي ان الرئيس كان سيتنحى في هذا الخطاب، ولكن برضو المجموعه عشان كده حسام بدراوي من الصبح قال الرئيس هيتنحى، بل اكثر من ذلك. وبعدين الراجل بالليل بقى شكله وحش قوي. اضيف لذلك ان رئيس الحكومه
قال ان الرئيس قد مصادر يعني من باب مجلس الوزراء. وايضا السي اي اعلنتها في امريكا. وكانت موجوده، فاضطرت السي اي اي ان تقول انها عشان تتراجع انها اعتمدت على تقديرات صحفيه، في حين انهم كانوا مدركين تماما انها معلومات حقيقيه. ايه اللي غيره تسربت. بقى؟ هو الراجل كان إيه اللي ناوي حصل؟ يطلع يتنحى بالليل، مين قال له لا استنى؟ يعني خلينا نقول حاجه. انا في واحد لا اتفضل. كان بيشاهد، معلش يا فندم اتفضل، أنا آسف، اتفضل. لا، اتفضل. هحط معلومه زياده يعني. في واحد صديق ليا هو في التلفزيون المصري في شاشه تبقى شايف فيها الاتحاديه، مظبوط. يعني في التلفزيون المصري عشان ياخد البث من قصر الاتحاديه بيبقى شايف الشاشه دي، شايف مين يدخل ومين يخرج، وبعدين بيبتدي الارسال، فهو بيسجل وبعدين بيبثوها بالتلفزيون المصري. اتقال ان في الوقت ده كذا مره يحصل انه الرئيس يدخل ويخرج تاني، وانه كان بيزعق، كان في مشكله زعيق وخناق، الاضاءه مش عارف ايه وبتاع. وبيقولوا انه اللي كان موجود بيهندس المساله دي كان لابس، حتى اللي قال له شافه لابس بلوفر اللي هو الهاي كول ده، جمال مبارك. جمال كان مع والده لغايه اخر، يعني دي حد حكاها لي شافها لانه كان قاعد في التلفزيون المصري وشاف المشاهد ديت، لانه الشاشه بتبقى مفتوحه على الناحيه ما هو مستني ياخد البث ويسجل. هو من المؤكد طبعا انه في اعتقادي، شوف في ذلك الوقت وانا حر شاهد عيان، كانوا كلهم في مكان واحد، وكانوا كثير ما يتركوا الرئيس خارج الغرفه ويتكلموا ويتداولوا.